صباح الفل، صباح الياسمين، صباح أحلى اخوات وأحلى متابعين. ما شاء الله نصلي بينا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لو مش مشتركة يا ست الكل في القناة اشتركوا وفعلي زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد مع أختكم محمد وأنس. يوم جديد وفيديو جديد كده، وفيديو مليان بالحب والتفاؤل والأمل. شفتوا بقى في أول الفيديو كانت الأزازة اللي أنا جبتها لأنس. عملت له عصير مانجا، قال لي لازم عصير لازم عصير. رحت جايبه له عصير مانجا وعملتها له. المانجا ابتدت تنزل، موسم المانجا خلاص على الأبواب. عملتها له، كانت جميلة بقى وبألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. تعالوا اتفضلوا معانا. وأنا بقى كان عندي كيس ممبار من العيد، طلعته بقى كده وفضيته قدامكم. بصوا الازاز قبل ما حطينا اي حاجه فيها غسلناها. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل اهو. خلاص زي ما انتوا شايفين اهو. بقى كان عندي شويه طبقين كده في الحوض مكان ما احنا فطرنا اهو. وتخشي مطبخك كده بالحب والتفاؤل والامل، بكل رضا وبكل حب وبكل سعاده، والله هتعملي حاجتك مرضيه وزي العسل وزي الفل. وتخشي كده وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، بصي وتقربي من ربنا وتستغفري وتقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يومك هيمشي وامورك هتعدي والدنيا هتبقى معاكي زي العسل. زي ما احنا كده داخلين اهو، وزي ما انتوا شايفين بقى واقفين اهو بالحب والتفاؤل كده، عمالين نغسل حاجتنا. بتبقي مرضية كده انتي تحاولي تخلي بينك وبين نيتك تسامح وتفاؤل وأمل ويقين بالله، وتقربي من ربنا جامد جدا جدا، والله تلاقي أمورك عدت. ولو متضايقة ولا مخنوقة ولا زهقانة، هتطلعي بقى همك في ايه، في شوية المواعين اللي في الحوض. هتضيعي بقى تعب ولادك وتهوني عن نفسك وانت واقفة تستغفري ربنا وتقربي من ربنا عايزين بقى دعوة حلوة كده من كل طلاب الثانوية العامة، ربنا يكبر بخاطرهم، ربنا يطلعهم مقبورين، ربنا يسهل لهم الصعب، وربنا يراضيهم كده ويفرحنا بيهم يا رب. والحمد لله على كل حال، ربنا يستر على الأيام اللي جاية وربنا يوفقهم. خلاص بقى دخلنا مطبخنا اهو بالحب والتفاؤل والامل كده وبالرضا. احنا هنعمل ايه؟ خليكي معايا ما تخرجيش في قلب الفيديو عشان ايه ما نحرقش المفاجأة. يوم بسيط كده ويوم حلو كده، ودلعي ولادك بقى في يوم كده، يعني في يوم اجازتهم. يعني لو عندك حاجة في التلاجة كده طلعيها اعمليها. يلا بقى كتري وبلاش تستخسري. يعني احنا النهاردة كان عندي لحمة مفرومة، كان عندي ممبار. وخليكم معايا خليكم معايا، ما تروحوش في حته، شاهدوا الفيديو من الاول للاخر، ربنا يراضيكم ويكرمكم. انا الممبار انا كنت طول عمرنا بنعمله ني ني، بس انا بصراحه ربنا يعني المره اللي فاتت برضو قلت لكم في قلب الفيديو عملته على طريقه ايه متسبك. يعني انا دقت عند حد عامله بطريقه مسبكه، يعني عجبني قوي قوي. بصراحة أنا عملته مسبك. خلاص أدي الرز بتاع الممبار خلص أهو، وأقطع الخضرة وبشوح بقى البصلة للجلاش. خلاص أهو يا بنات، النهاردة يومك إيه يا فوزية؟ يومك كله بصل كده وغامق. لا ان شاء الله يوم حلو كده وخير ورزق ورضا مع بعضينا، وربنا يكرمكم ويرضيكم بما تتمنوا. يا بنات بقى انا غسلت الرز وحطيته وبشوح بقى البصله. وخليكي معايا تابعيني من الاول للاخر. لو عجبك الفيديو قولي لي وصلت لغايه فين. اهو الفيديو النهارده بقى حطينا بقى التوابل بتاعتنا والملح والماجي والبهارات وجوز الطيبة ورق لورا ومطحون، كله عندي مطحون في مطحون. والبهارات السبع بهارات دي مطحونة وهنديها تشويحة حلوة. أنا ما بحطش التعصيب بتاع الجلاش طماطم، لا ما بحطلهاش. خلاص وادي التسبيكة خلصت اهي، وحطينا البهارات بتاعتنا والملح والماجي ونازلين بالخضرة بقى اهو يا بنات. خلاص وطلع بقى ممبار ما شاء الله، طلع فاخر من الاخر من ايد اختكم احمد وانس. انا بقى بصوا، انا بعمل الجلاش بتاعي بحط بس في بدهن الصينيه كده معلقه سمنه بسيطه، وبعد كده بدي بقى كل راق وراق بحط ايه رشه زيت بسيطه. الزيت بقى بيديله لمعه وبيديله قرمشه كده حلوه وبيديله لون ذهبي حلو قوي قوي. جربيها واعمليها هيعجبك قوي قوي. يمكن السمنه بيطفي الجلاش مش بيخليه لامع زي الزيت. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل، احنا بقى حطينا التعصيبه اهي على الجلاش
ودهنا كل رق زيت زي ما انا قلت لكم. وهنقطعه بقى، قطعيه مربع، تقطعيه سمبوكسات حسب ما عينيك تحب. هي العين بتاكل قبل البطن. خلاص يا بنات، خلاص يا ستي الكل، وبألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. والنهارده كان الفيديو بتاعنا مختلف. النهارده بقى يوم الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم، وسنة هجرية بالخير والرضا والحب عليكم وعلينا. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة واحنا متجمعين مع بعض، وكل سنة واحنا مرضيين. احنا بقى ايه، جايبين مع الممبار والجلاش، جبت هياكل. بصراحة كان نفسي فيها جدا جدا. انا كل فيديو اقول لكم نفسي في حاجة. ليه؟ عشان احنا ما بنجيبهاش كتير. خلاص انا جبتها وعملتها بطريقة مختلفة حلوة قوي قوي، هتعجبكم، وجربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. بشرت 3 بصلات كبار كده حلوين اللي انتوا كنتوا شايفينه جنبكم. وبشرت 4 طماطمات كبار، او تضربيهم في الخلاط او تضربيهم في الكبة حسب ما انت اللي يعجبك يا ست الكل. خلاص اهو، بصوا. وهنحط بقى توابل وبهارات وجوز الطيبه وورق لورا. خلاص وهنتبل وخل بقى. الخل بيدي تيست حلو قوي قوي للفراخ المشويه. هو اساس المشوي تديله نص فنجان خل كده. خلاص هنحط بقى التوابل وهننزل بقى عليه. خلاص احنا بقى تبلنا التتبيله اهي. وهندي بصوا نازلين بالخل عليها زي ما انتوا شايفين. وهنحط بقى معلقتين زيت حلوين، عشان الزيت بيديها طراوه وبيديها لمعه برضو وبيخليها حلو. خلاص يا بنات، خلاص يا ستي الكل. اهو زي ما انتوا شايفين بقى. وانا غاسله الفراخ حلوه قوي قوي، وعامله لها محلول نقع وشطفها حلو قوي ومنضفاها. وهنزل عليها واحطها في قلب التتبيله دي لمده ساعتين 3 حسب ما انت. لو عملتيها كمان بالليل التتبيله هتطلع معاكي تحفه تحفه. وانا قبل ما اعمل ده كله انا نقعاها من بدري، وسبتها بقى تتنقع قبل ما عملت الحاجة، وسبتها بتاع 3 ساعات. او بصوا زي ما انتوا شايفين اهي. خلاص هنحشي بقى الممبار مع بعضينا كده واحنا واقفين. اهو يا بنات، اهو يا ستي الكل، ما تملوهوش قوي عشان ما يفرقعش منك. او بصوا، يعني ما تخلوش ولا فاضي قوي ولا تملي قوي، في الوسط في المعقول يعني. اهو يا بنات، ركزي بقى معانا كده وخليكي متابعاني. وان شاء الله فيديو حلو، ويوم الجمعه كده جمعه مباركه علينا وعليكم. وقولوا لي بقى بتتابعوني من اي بلد، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات كده كومنت حلو كده زيكم عسل، بتنوروني وتاج على راسي من فوق. بصوا حشيتهم. انا حطيت بقى الميه تغلي وتبلت بقى الهياكل. وادي بقى الجلاش خلص، هدخله الفرن عقبال بقى ما اعمل تتبيلتي بقى بقيت حاجتي. خلاص هحط في الجريلا بتاعتي معلقتين زيت كده. بس بهدلتني ليه بقى؟ هي باظت من تحت بصراحة. بس بصراحة ان شاء الله بإذن الله الفيديو اللي جاي هتلاقوا جريلا جديدة. ادعولي كده ربنا يكرمني واجيب واحدة جديدة بإذن الله. بس انا ان شاء الله هي في دماغي، والخطة الجاية بإذن الله ربنا يكرمني كده. يعني انا حاطاه في دماغي، وفي جمعيه كده بسيطه صغيره ومدخليها انتوا اخواتي واهلي وفانزاتي وعيلتي التانية. بحكي لكم بقى كل حاجه اهو. خلاص يا بنات، خلاص يا ستي كل، ربنا يراضي كل محتاج، ربنا يراضي كل مشتاق بالذريه الصالحه. ما يحرمش حد، اي حد نفسه في حاجه. بصوا بصوا عملت فيا الطاسه، بهدلتني بهدلتني عشان هي بايظه من تحت. انا مش هشوي فيها تاني خلاص. ان شاء الله باذن الله الشويه الجايه على الجريلا الجديده باذن الله. ربنا يدي كل محتاج ويرزق كل حد نفسه في حاجة يا رب، وبيتمنى حاجة ربنا يديله ويجيبها بإذن الله. خلاص انا المباراة اهو بقى خلاص في داخل في السوا اهو. انا قربت طلعت اهو، مش قربت كمان، ده انا مش مركزة خالص. خلاص وده كان غدانا النهاردة، الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم بسيط كده، ما طولناش عليكم النهارده، لا طولنا بصراحة ورغينا كتير. معلش بقى، ما تنسونيش بقى دعوة حلوة كده لطلابنا في الثانوية العامة، واختكم أم احمد بقى دعوة حلوة كده منها اللي القناة تكبر بيكم. ويا ريت يا ريت تشاهديني يا ستي كل الفيديو من الاول للاخر، والله هيعجبك وهنستفاد من بعض. وكلنا اخوات ولازم كلنا نقف في ظهر بعض. وادي الفيديو بتاعنا النهارده، وعملنا طبق سلطه وعملنا عصير مانجا وبقى. وتعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. تحاولي كده يا ستي كل يوم الجمعة ده كده تنوع لولادك وتدلع ولادك في أجازة ولادك وبين ولادك وجوزك ووسط أهلك وأحبابك. خلاص يا بنات، وقولوا لي ايه رأيكم بقى في الكومنتات.
قلت لكم تابعوا الفيديو من الاول للاخر، هيعجبك ان شاء الله وتستفادي منه حتى لو بمعلومه بسيطه. وادي كان اخر الفيديو بتاعنا. وادي بقى النهارده الجلاش شايفين طالع شكله بيلمع جميل ازاي وبيلمع ازاي. زي ما قلت لك تدي وشه دهنة زيت هيلمع وهيبقى معاكي تحفه. وحمرنا الممبار بتاعنا اهو. تعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم، ومع السلامه.